واعوانه. بعد كده اتحاربوا المورمون بسبب بولي جميع، تعدد الزوجات. واخدين الفكره دي منين؟ واخدين الفكره دي من الكتب الابقريفه وطبقوها في امريكا. ولكن هل هم صح؟ هل هم صح؟ ده فكر. تيجي تقرا، تعمق، تخش معاهم في حوارات، هتلاقي ان انت صح، هو غلط. هو غلط ليه؟ هو ما عندوش درايه. هو ما عندوش درايه. فين ان جوزيف سميث قاعد وخد الالواح المعدنيه او الذهبيه الجولدن بليتس ومكتوبه باللغه المصريه القديمه، يعني اللي بتشرح لازم يكون عندك وعي باللغه الهيروغليفيه او الهيراتيقيه او الديموتيقيه. مفيش واحد منهم بيرد. مفيش واحد بيرد طالما دخلته في حته الكتابه المصريه القديمه، لان هو ده كتابه بيقول كده. لما دخل بس في الحته ديت ما بيعرفش يرد، لان ده اتحفظ اتقال. يبقى ده مما يثبت ان دستورنا اللي هو الكتاب المقدس، دستورنا، بقول دستورنا، هذا الدستور الكتاب المقدس بيثبت كل يوم، هو مش بحاجه لاثبات، ده اللي هو بيشرح نفسه بنفسه الى العالم اجمع انه في غايه الدقه المتناهيه. طب ايه اللي بيحصل بقى؟ يطلع طوائف تانيه، وده موضوع تاني هتكلم فيه، بيطلع طوائف تانيه بفكر تاني عشان يحاربوا الكتاب المقدس. اتقال ان رب المجد يسوع ان في اخر الازمنه سوف يكون هناك معلمين كذبه. نعم، في هراطقه. الغنوصيين هم هيرسي. تيجي تكشف على الغنوصيين والديفينيشن بتاع الهيروسيين او البجغفه بتاع الغنوصيين، هتلاقي ان ده عباره عن هيرسي، هرطقه، بدليل انجيل فيلبس القول 114 الايه 10 و11. اللي انا بتكلم فيه ده انجيل فيلبس، ده موجود في الكتاب المقدس؟ ده مش موجود، ده من ضمن الاناجيل اللي هي اتوجدت في مخطوطات نجا حمادي. نجا حمادي انسكريبت. بتعرف الماني هتلاقي نجا حمادي، اكتب نجا حمادي انشريفتن. بتعرف اسباني هتلاقي نجا حمادي انسكريبتوس، مخطوطات نجا حمادي. انجيل فيلبس هتلاقي الفيرب اللي انا اقول عليه دوت اسمه كينوسيس. كينوسيس يعني الكينونه. يعني ايه الكينونه؟ فكر الغنوصيين في فيلبس قال لك ان الانسان والناس اللي كانوا موجودين مع يسوع المسيح كان عندهم كينونه، كينوسيس. يعني ايه كينونه؟ يعني الناس ديت كانت بتهتم بالعالم، ملذات العالم. يعني انت لما تعوز عايز تعمل طائفه، عايز تعمل حاجه ضد المسيحيه، تلجا الى ايه؟ هذه الكتب، بدليل انها كانت تتواجد، كانت متواجده وكانت موجوده. واي بروفيسور عايز يطلع فكر جديد وعايز يشد انتباه الناس يستند الى هذا التفسير او هذه الكتب. بدليل البابا بندكس السادس عشر، وكان قبليه طبعا البابا يوحنا. هذا القديس الذي يتكلم 6 لغات، البابا بندكس السادس عشر، يتكلم الإيطالية، يتكلم الأسبانية، يتكلم عدة لغات، يتكلم البرتغالية أيضا، بيتكلم برتغيز، بيتكلم أسباني، بيتكلم إيطالي، بيتكلم إنجليزي، بيتكلم عدة لغات، بيتكلم عبري. قال، وده جمال المسيحية، جمال المسيحية. الراجل ما قالش يا جماعة يلا اطلعوا ولعوا في بروفيسور كينج، اضربوها موتوها. ما قالش كده. ما قالش كده. قال ايه؟ لأن أصله ألماني. قال نحن على ثقة بإيماننا، ونحن نحب الآخرين إذا انتقدونا، ولكن كتابنا المقدس هو دستورنا. ده مين اللي قال كده؟ البابا بندكتس السادس عشر. هذا القديس في رده بابتسامة جميلة وقال إن دستورنا هو الكتاب المقدس. بهذا الرد خلى بروفيسور بفيشت اللي هو أستاذ علم الإيجيبتولوجي، فين بقى؟ في جامعة لايبتش
في المانيا. لايبزيج دي جنب دغزدن في المانيا، شرق المانيا، قبل السور برلين لما يقع في 1990. اقولها بالالماني، قبل سور برلين اسمه برلين ماور، بنقول عليه بالالماني برلين ماور، يعني برلين وول. سور برلين ده كان بيفصل بين الايست اللي هو الاوست والفيست، كان شرق المانيا وغرب المانيا. كان في سور، السور ده اتهد. جامعه لايبزيج كانت في شرق المانيا، وللعلم بالشيء الى الان في جامعه لايبزيج بيدرسوا مخطوطات نجا حمادي اللي خارجه منين؟ من مصر. خارجه من مصر، بيدرسوا كل يوم هذه المخطوطات عشان يعملوا ايه؟ يقارنوا. اي طالب كليه لاهوت، اي طالب علم ايجيبتولوجي في المانيا يعمل ايه؟ يدرس. لازم تدرس كتاب مقدس، ده لازم تدرس كتاب مقدس. ليه تدرس كتاب مقدس؟ تعرف لغته الاصليه. ليه تدرس كتاب مقدس؟ لما تدرس كتاب مقدس بتلاقي فيه، خصوصا اللغات، علم اللغات او اللينجويستكس، هتلاقي فيه دقه في الدقه في التعبير، دقه في استخدام اللغات، المفردات، دقه في المصطلحات. في جامعه لايبزيج في المانيا اللي هي دلوقتي جمهوريه المانيا الاتحاديه، دي دوتشيا بوندس ريبابليك، المانيا الاتحاديه، هذا بروفيسور بيفيشت قال ايه؟ قال ان كل يوم يثبت ان الكتاب المقدس ذو دقه متناهيه. jeden Tag باللغه الالمانيه jeden Tag die Bibel beweist بيثبت dass أن die Bibel ist ein richtig، أن الكتاب المقدس هو صحيح. تطلع الدكتورة بروفيسور كينج تقول اللي تقوله، لذلك لما لقيت ان في ناس قاريه وناس فاهمه عملت ايه؟ قالت لا، انا ما قلتش ان يسوع المسيح كان متزوج من ماريا المجدليله. ممكن كأستاذة باحثة ان ممكن اخلي الناس تفكر ان هو كان متزوج، لكن هو ما كانش متزوج. حاشا للإيمان المسيحي أن يهتز. ومهما حدث، سواء في بروفيسورة تطلع تتكلم، وللعلم هي مسيحية أستاذ تاريخ مسيحي، ولكن من حقك في الغرب، وده جمال الغرب، من حقك في الغرب إن ما يكون عندك فكر أو عندك منطق تتكلم بكل حجة وبرهان وتثبت، وفي آخرين يستمعوا ليك. لأن حتى بروفيسور بيفيشت اللي هو مين بقى بروفيسور بيفيشت اللي أنا بتكلم فيه ده؟ بروفيسور بيفيشت ده اللي هو الخطاب اللي خرج ليه في ألمانيا. الخطاب لما خرج من أحد العمال الموجودين في المتحف البريطاني، قال له كده في هذا الخطاب إن بيوجد بردية مكتوبة باللغة القبطية، يكاد يكون هذه البردية مكتوبة من أحد الكلمات المتواجدة في هذه البردية أن المسيح متزوج من مريم المجدلية. ده الكلام ده كان مكتوب باللغة الألمانية، ولكن طبعا ما كانش فيه سيجناتور، يعني ما كانش فيه سيجنتشر. الخطاب ده ما كانش ممضي إلى هذا البروفيسور. البروفيسور ده قام وقال في هذه المحاضرة، قال لها بروفيسور كارين الكلام ده ملوش أي نوع من الصحة. ده الخطاب في دراساتنا العلم الإيجيبتولوجي في جامعة لايبزيج بيثبت أن هذه البردية هي بردية مزورة. أي نعم اللي كتبها باللغة القبطية، ولكن كل الأبحاث حتى عن طريق التحليل الكيميائي، الفارماكولوجي، أو إضافة مواد أخرى عشان نحلل الحبر دوت، أثبت أن هذه البردية هي بردية مزيفة وليس لها صلة باللغة القبطية، بدليل أن الأربعة حروف وهي الثيتا، الإبسلون، ميكرون، السيجما مكتوبة بطريقة خاطئة. فإزاي أنت تقولي إن هذه البردية
بردية مكتوبة باللغة القبطية، مما ثبت ان هذه البروفيسورة لا تعرف اللغة القبطية. مين اللي قال كده؟ بروفيسور بفشت، موجود في جامعة روما، وقال لها كده ان انت لا تعرفي وليس عندك دراية، du hast keine Ahnung über die koptische Sprache، ما عندكيش اي معرفة، you don't have any thoughts, any ideas about Coptic language او Coptic inscripts، ما عندكيش اي معرفة ولا اي دراية باللغة القبطية. وبعد كده هذا البروفيسور بروفيسور بفشت طبعا دارس وباحث في الكتاب المقدس، قال ان كل يوم يثبت الايمان المسيحي وان له دقة متناهية في الصحة، ومش محتاج اي مدارس لنقد الكتاب المقدس. اشكركم، ونتقابل في حلقة جديدة من هذا العلم الذي يحمل كل يوم عالم جديد من الغموض، وهو علم المصريات اللي بيحتوي على عدد كثير من الأبحاث ومن اللغات التي تعتبر اللغات الميتة واللغات الشرق أدنى، الشرق أوسطية، أو اللغات اللي هي اللغات الحية، مع برنامج آخر وعلم وبحث جديد من هذا العلم الرائع، وهو علم إيجيبتولوجي أو دي إيجيبتولوجي أو باللغة الإسبانية لا إيجيبتولوجية. شكرا، مع السلامة.